هاي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضروا هالفيديو. فيديو اليوم او المقدم ما بعرف والله اذا حكمل هيك، بس المقدمة تبعه غالبا حتكون اطول من العادة، لانه بالعادة بجهز حكي بكتبهم، يعني هيك بجهز كرمال ما ضيع وقت وما يكون كتير في هيك شوية لخبطة بالحكي. بس هالمرة حبيت غير شوي، شوف إذا في هيك سجل دغري منه بختصر وقت، ومنه بصير في نزل فيديوهات أكتر، يعني بما أنه أكتر شي أو أكتر جزء بياخد معي وقت هو الصوت، تسجيله ومنتجته بعدين. أوكي. فكرة فيديو اليوم ما طلبته مني ولا مرة حدا طلبه، بس الضيف الموجود فيها كتير سألتوني عنه، كتير حكيتولي جودي من وين جبتيه، شو بيعمل، قدي حقه، كيف فينا نجيبه. هلأ هو غالي نوعا ما. هلأ أنا وقت جبته كان يعني كنت عاملة شي عن جد بستاهله، فحبيت كافئ حالي بهيك شي، ولكن مو شي بيستاهل تجيبوه وتضيعوا مصاريكم عليه. بس لفيديو اليوم حبيت يكون ضيف هالفيديو. خلوني اجيب لكم اياه. ترى الروبوت تبعي. خليني بعد هذا شوي. بظن انه بدي احط اللي عم صوره هون الفيديو بدي خليه صامت كرمال اللي عم سجله هون. شوف كيف عم سجل على الايبود، لانه للاسف المايك ما بنوصل على الموبايل تبعي، فشكلي بدي احطه هذا هون صامت، وحط الصوت يلي هون على الفيديو. المهم هذا إليك، خلينا نشغله. ولا حيعملنا اي اشتغل، حيعملنا ازعاج شوي. خليني سكته شوي. ففكرة الفيديو انه نستخدم روبوت الحلو اللي عنا ونخليه شو يعمل يا حزركم، خليه يتحكم برسمي بهالفيديو. كيف؟ هلا بالاول ما كنت كتير متأكدة كيف انه اللي فيه يعمله هو شغلات محدودة، فما فيه يخبرني شو اعمل شو استخدم، بس هو فيه مثل لعبة صغيرة فيه. بظن فينا نستخدمها بهالفيديو انه تساعدنا نختار، او هو يختار الادوات اللي حاستخدمها. فخلوني بس حطه هون نشوف اللعبة مع بعض. اوكي، هلا بنروح على اللعبة الموجودة فيه، نكبس الزر يلي بالنص. فيه شغلات، فيه اكتر من شغلة بس بتبقى شغلات بسيطة يعني. فيه مؤقت، فيه بيقلد الصوت تبعك، فيه لعبة مثل صيد سمك او هيك شي. هاي هي تبع صيد السمك. وفيه اذا حابة مثلا اخذ له صورة ففي اتحكم بحركاته، بملامح وشه، او تعبيراته يعني. وفي شو هاي، ثواني نشوف. اوكي. فيه شي ما بعرف ولا مرة مجربته، او كأنه جديد نازل عليه ما كان قبل. هابي بيرثداي، تعالوا نجرب هابي بيرثداي، شو بيعمل. اوكي. اوكي. لا عن جد طلعت حلوة. اوكي خلينا نجرب واحدة تانية. ولا مرة هيك يعني ولا مرة اكتشفت انه هيك بيعمل، اول مرة هلا انا عم صور. اوكي كيف كان من الظهر. ميري كريسماس. اوكي تعالوا نجربها. فمعني بس حجرب آخر مرة بس هابي بيرثداي، لأنه عن جد طلعت كتير حلوة. يا ترى بيحكي نفس الحكي؟ خلوني نشوف.
شو عمالي أكله. Stop it. Get some help. نرجع شو كانت اوكي اللعبة. هاي هي اللعبة اللي حنستخدمها اليوم. اوكي شغلتها انا. اوكي شرح لكم اياها. هي عبارة عن صندوقين، علبتين، بالونين، بيطلع كل مرة شيء غير عن التاني. بس الفكرة تبعه انه بيطلع لكم خلينا نقول هون عاطينا فانوسين، واحد فيهم حيكون في بقلبه شي والتاني حيكون فاضي. خلوني اورجيكم، بس خلوني نشيل هدول. خلونا نشوف نقي. هاي اوكي، فطلع فيها الفانوس اللي نقينا طلع فيه شي. هالمرة حطينا بيضة، بدي بس جربها لحتى اورجيكم انه ممكن يطلع شي فاضي، مو دائما بيبقى مليان، لانه هي اساس الفكرة اللي خطرت عبالي حتى يقرر الادوات اللي بدي استخدمها. فحجرب الثانية. كمان طلع فيها. جرب نفسها. فاضية. اوكي، فجهزت ورقة مثل ما شايفين. كتبت فيها. هو انا بالحالتين بس منتج اكيد رح اكتب لكم اياهم فوق بشي مكان، هون حيكون اوضح، بس كتبتهم كرمال ما اتخربط، لانه حيكون في اكتر من شغلة نقي منها. ومثل ما شايفين بلشت بالالوان وعخانة الفاضي يلي شو ما كيف ما كانت، يعني بيضاء او فانوس او شو ما كان، المهم يكون فاضي. اذا طلعنا رح نختار الالوان الخشبية، واذا كان في شي بالهدية او اي شي شو ما كان حيطلع طلع فيه شي حنختار الماركرز. بس بعد ما كتبتهم ذكرت انه في كمان عندي الالوان المائية. هو صح ما كتير او نادر، يمكن مرة او مرتين استخدمتهم، بس بيضل موجودين. لهيك هلأ رح اختار ما بين الخشبي والماركرز، وبعدين يلي بيفوز رح اختار ما بينه وبين المائي. خليني اختار لبعيدة شوي. اوكي طلعت فاضية مثل ما شفتوا، وفاضية يعني الالوان الخشبية الحمد لله. بس هلا حنختار ما بين الخشبي والمائي. وبما اني اخترت الايد البعيدة المرة الماضية، فخلوني اختار القريبة. اوكي فاضية طلعت كمان. والله ما بعرف، تحبوا عيدة ولا نكمل؟ هو هيك قرر، يعني انا ما بعرف، هو هيك قرر. فاضي ففاضي يعني خشبي. بس خلونا نجرب كمان مرة معنا، نجرب مرة أخيرة بما أنه المائي كتير مسحوب عليه، فخلونا نعطيه فرصة تانية. بظن اخترت هاي الإيد المرة الماضية، فحاختار هاي الإيد ونشوف شو هيطلع. اوكي طلع لنا شي. فالألوان حتكون ألوان المائية. ممكن حتحبوا الألوان المائية بما أنه من زمان ما استخدمناها، والفيديو الماضي استخدمت الألوان الخشبية، فحنعتمد على الألوان المائية. وهلأ خلونا نختار نوعيات الورق. يا رب ما يطلع، تخيلوا يطلع ورق بني مع ألوان مائية. اوكي الورق الأبيض أو بني. الأبيض رح يكون الشي الفاضي، والبني حيكون الشي المليان. ايه لا ما تطلع من اللعبة يا عمو. اوكي رجع حط لنا قنبلة كأنه حطها هونيك. اوكي خلوني اختار هاي. لا غيره. اوكي حاختار هاي. شو قلنا والله نسيت والله نسيت شو حكيت. الفاضي A few moments later. صح، الفاضي الأبيض والمليان البني. حاجة تبدل يا عمو حاجة. اوكي
يا ربي الحمد لله. اوكي سو الورق حيكون الورق الابيض، الحمد لله يا ربي الحمد لله، لانه عن جد كان كارثه لو الورق البني ما كان طلع اي شيء على الورق. الوان مائيه، الورق ابيض. شو كمان ضل نختار؟ كتبت كم شغله كمان لانه حسيت شوي علقت ما عرفت شو بدي اختار. مثل ما شايفين الفاضي حيكون اللي بعده انه نرسم راس، يعني ملامح مع راس وشعر، او انه نرسم شخصية كاملة. ممكن مو كاملة 100%، يعني من الراس للرجل، بس اقل شي حيكون في جسم بالرسم. بعدين انمي عشوائي او نحدد الانمي. انمي عشوائي يعني حافتح شوف شو حافظة عندي صور واختار منهم. اما نحدد انمي فحنرجع له نعطيه كم اسم انمي ونخليه يحدد اي واحد منهم. واخر شي عنا رسمة واحدة او اكتر من رسمة. فيلا نبلش. نختار. انا على فكرة ما ميز بين اليمين واليسار، بس حنختار اللي بعيدة شوي. فاضية. اوكي فاضية يعني حنختار الراس بس، فحيكون ملامح مع راس. اللي بعده حيكون انمي عشوائي، واللي على الفاضي او نحدد الانمي شي مليان، ف حنختار هاي. اوكي نحدد الانمي. اكيد 100% حاعطيه هجوم العمالقة 100%. بس شو بدنا نحط معه؟ حيكون اكتر من خيار. اوكي خلوني اكتبهم وارجع لكم. اكتبهم على ورقة. لحظة. هدول هن اوكي خطي ما بينقرأ. ححط لكم اياهم هون. بس هدول هن الانميات. اخترت اكتر انميات بحبها او متابعتها هالفترة وحبيتها، واللي هي جوجيتسو كايسن. بعدين في انمي اسمه مو متأكدة من اسمه، بس فيه شخصية اسمها فيريرا. اكيد حاحط لكم صورتها بشي مكان، بس انه اسمها فيريرا. وبعدين عنا يوميات الصيدلانية. واخر شي اكيد طبعا هجوم العمالقة. فرح نختار منهم وحنبلش ب2-2. فحنبلش اول شي بجوجيتسو كايسن ضد فيريرا او فيرا. صح. جوجيتسو كايسن حيكون الشي الفاضي، وفيريرا حيكون الشي المليان. اوكي سو بما انه طلع معنا شي اوكي لحظة. بأول اختيار فازت معنا او فاز معنا انمي مي فيريرا. فهلأ ضل عنا يوميات الصيدلانية او هجوم بتعرفوا حاختار هجوم العمالقة مشان ما تقولوا خليته اخر شي كرمالكم نسبة انه يطلع اعلى. فرح نختار هجوم العمالقة ضد فيريرا. والفاضي حيكون فيريرا، والمليان هجوم العمالقة. اوكي اوكي صراحة انا كنت كمان متحمسة ارسم شي من شخصيات هالانمي، لانه رسمون لا عن جد كنت متحمسة ارسم شي من شخصيات هالانمي، بس لسه عنا يوميات الصيدلانية. فخلونا نكمل. بالفاضي حيكون يوميات الصيدلانية، والمليان فيريرا. اوكي كمان حنختار حتى لو بدنا. اوكي فاضي. وشو يعني اللي فاز معنا هو يوميات الصيدلانية. فضل عنا اخر شي واللي هو رسمة واحدة او اكتر من رسمة. رسمة واحدة حتكون الفاضي، واكتر من رسمة المليان. خلونا نختار شو اخترت اخر مرة. اوكي خلونا نختار هاي. اوكي tack så mycket.
فاللي طلعنا بالأخير هو الألوان المائية بالورق الأبيض، شخصية مو كاملة، الراس بس، الملامح مع الراس يعني. والأنمي طلع يوميات الصيدلانية، وطلع نرسم رسمة واحدة بالأخير. اوكي، هي كانت الأدوات، وميرسي كتير للروبوت انه ما كانت اختياراته كل هالقد صعبة او غريبة. وهلأ بدون حكي أكتر يلا نروح وأخيرا لجزء الرسم. نقلت للتسجيل على الفيديو إذا ما انتبهتوا لأنه 16 دقيقة كاملين بس مقدمة واختيار أدوات، فإذا بدي أعتمد على حالي شو رح أحكي بالفيديو ما خلص بساعات. ما تطلع فيه هيك، عيونك حلوين اسم الله. وهدول رسمتين رسمتهم بكل هدوء وإتقان، بس ما صورتهم لأنه خفت تفر رغبتي بالرسم إذا جبت عدة التصوير. كتير حبيتهم وحسيت حالي الحمد لله مستواي ما رجع كتير بما اني ما عم ارسم هالفترة. الرسمتين احلى من بعض، لهيك خايفة كتير حتى ظللهم لانه عن جد رسمتهم بكل تركيز، لهيك شكلي راح اتركهم لحالهم حاليا بدون اي اضافات. وهلأ خلونا واخيرا نبدأ بالجزء الرئيسي بالفيديو. جهزت دفتر الالوان المائية والالوان والفرش، وحبيت اعملكم طلع على الفرش البيضة اللي عندي، جبتها من شيئن وكتير ظريفة وناعمة، حبيتها بالتلوين. اما الالوان المائية فبظن اني جبتها من امازون، اي امازون بظن. وقتها ما كانت كتير غالية لانه خفت جيب شي غالي وما تعجبني الالوان او ما اعرف استخدمها، بس لهلا ما بعرف والله، لسه ما حددت موقفي تجاه الالوان هاي. فخلونا نشوف اذا رح احبها بعد هالفيديو او لا. قررت استخدم طريقة المربعات بهالرسمة بما انه كبيرة، وكمان من زمان ما استخدمت لها طريقة فما بدي انساها. بديت بالرسم واكيد اخترت الشخصية الرئيسية ماو. لما كنت عم ارسم كان لسه الانمي مخلص وكنت مستمتعة فيه الى حد ما. هلأ بعد ما خلص حسيت كان حلو لطيف ممتع، بس انه مو لدرجة مثلا ما اتحمل استنى الجزء الثاني او ضلني افكر بالاحداث، لا ابدا. بصراحة انمي فريرين جذبني اكتر بطريقة ما ذكرني بفايوليت اذا متذكرينه. بحب انميات الدراما بشكل عام اللي الكاتب بيعطيك فيها اسقاطات فينا نقول لعبر او تجارب او مشاعر بدون ما تكون مباشرة او صريحة، وحسيت انمي فريرين نجح بهالشي اكتر من انمي الصيدلانية، بس الاثنين بضلوا انميات مميزة اشتقنا لهيك نوع منه. مع الحكي الكتير نسيت اشرح لكم اني حسيت الراس طاير شوي لحاله، فرسمت جزء بسيط من الاكتاف ليثبت شوي، وحددت الرسمة باللون البني، وهالمرة حددت كمان اماكن الاضاءة برمادي ليسهل علي اعرف مكانها بما انه ما بيكون عندي وقت كتير لما اوزع لون بالالوان المائية. اكيد حفظتوا اني ما بقدر اخلص الرسمة بيوم ولا بيومين، لازم تاخد معي اسابيع او اذا ما كان شهور يعني. اليوم كان بعد حوالي يومين من رسم سكتش وتحضيره، حبيت لاقي يوم فاضي نوعا ما لأقدر أركز فيه على التلوين، فجهزت الألوان واخترت الفرش اللي راح أستخدمها، والرسمة كمان جاهزة معنا. شفت كمان كم مقطع على اليوتيوب عن الألوان المائية ليتعود عقلي عليها شوي. هالمرة حبيت اني جرب لون خلفية للرسمة، شفتهم بيعملوها اول شي فقلت اعمل هيك، ولكن قلت ايتي حصل المفروض ما يحصلش، وانتشر اللون أول ما لمس المي للأسف. فمن هون بلشت أسباب تأخري بالتنزيل، وأكيد طبعا ما في أرجع عيد الرسمة بنفس اليوم وكمل تصوير، لهيك مع خيبة الأمل غبت كم يوم. بعدين ذكرت إنه جودي في فيديو لازم يخلص، بس وأنا عم أرسم حسيت يا الله مو معقول عندي نسخة من هالرسمة، غالبا رح لونها بالماركرز وارجع كمان عيدها نفسها، وشفت اللون بنفسجي على البالت، فهون دغري عرفت مين لازم ارسم، وهي جينشي سما اجا بدل ماو. و يمكن هي اول مرة برسم بلون شعر طويل، فمو بشارة خير، بس رح اعمل جهدي، والشعر بشكل عام هو منطقة راحتي او تحكمي، فان شاء الله الامور تمام. الخلفية كان ببالي تكون مثل بقع فاتحة وغامقة، بس كمية اللون اللي كنت عم حطها كانت قليلة، فكان ينشف بسرعة، لهيك اضطريت اني اعملها مثل خطوط حادة مثل ما شايفينها.
بس يعني مو أبشع شي، بظن هلأ بتزبط مع التلوين. والبشرة عن جد هالمرة حسيت في تحسن باستخدامي بالماء فيها، رغم انه طلعت معي صفرة شوي بالأول لأنه الموبايل اللي كنت عم نشوف منه الألوان كان أصفر. بس اكتشفت خدعة أو شو بيقولوا فكرة أو حيلة، وهي أنه نحط طبقة من اللون الأبيض مخفف بالمي أكيد. هالطبقة بتعمل شغلات كتير، منها دمج سلس للطبقات أو الدرجات، واقعية للرسمة كونها بتبرز أو بتوضح مناطق الظل والنور، وكمان بتفتح أو بتقلل اصفرار الألوان، بتقلل فقاعة بتقلل فقاعة الألوان، يعني لون الأفقع. حاسة في غلط بالكلمة فاقع. اوكي سوري منكم. بتخفف من الألوان الفاقعة. اوكي سوري على الخطأ. بتخفف من اللون الفاقع. وهون شايفين كيف كنت عم ضيف هاي الطبقة البيضة بعد ما حسيت انه البشرة عم تصفر اكتر واكتر مع لون الشعر. وعصيرة الشعر خلونا نحكي شوي عن قديش لونته بكل اتقان. عن جد هالمرة حطيت طاقتي كاملة فيه، بغض النظر عن انه اخر خصلة اللي على الطرف مو كتير كنت راضيانة عنها، بس الباقي بعطيه 10/10. وخصوصا انه ما التزمت بالصورة الاصلية اللي كانت على ستايل انمي، بينما انا كنت عاملة من الشعر شبه واقعي، فبرافو جودي. ومن بعد نص الشهر هون بديت انشغل، واجا رمضان وعن جد بطل عندي وقت لأي شي حتى الدراسة. فكنت يعني كل كم يوم لون يمكن فتفوتة من الرسمة، ما اقعد ولا 10 دقايق وروح كرمال لحق نام شوي قبل الدوام. وكنت كمان عم أعاني بالملابس، لأنه لما لونت الشعر واقعي بطل في لون الملابس مثل ألوان الصورة الأصلية، لأنه كانت مثل ما خبرتكم على أنمي زيادة، فحاولت لونها بما يناسب ستايل الشعر كمان. هون كملت التفاصيل على أيام منفصلة شوي شوي، وما صورت للأسف، بس قلت عندي لما خليني أصور لكم شوي يعني ليبين أنه وصلنا المرحلة الأخيرة من الرسمة. بصراحة حسيت ما عرفت كيف حتى لمع صح، فخربت شغلات مثل العيون وخفت حطها على الشعر، فاكتفيت حطها على الملابس أكتر شي. وهلأ بدون تطويل أكتر خلونا نشوف النتيجة النهائية. وهي هي كانت رسمة هالفيديو اللي قرر صديقنا روبوت يختار لنا أدواتها، واللي ما كانت غريبة الحمد لله. الرسمة طلعت أحلى بكتير من المطبوقات وأحلى من الرسمة الأصلية كمان، بس العيون للأسف حسيت خربتها باللون الأبيض، وهو كمان ما كان عم يشتغل منيح، يعني كان عم يعطي مثل طبقة شفافة وينزل اللون فجأة بدون ما يعطي خبر، فما كنت عم أعرف أتحكم فيه تمام. بس يعني مو هالقد واضح إذا ما كتير ركزتوا بالتفاصيل. وبس هذا كان فيديو اليوم اللي وأخيرا قرر ينزل. آسفة كتير على القطع بالقناة، بس أكيد حفظتوا ظروفي، ودائما بعمل جهدي يضل في تنزيل حتى لو متأخر، فميرسي كتير للي عم يصبروا ويضلوا يحضروا فيديوهاتي حتى لو متأخرة. وبس ما رح طول عليكم أكتر من هيك.